هنايا في هذا المنبر هذا نقول لكم حنا ما بغينا لا ماتش يتعاود ولا كاس افريقيا يعطوه للمغرب، وتشفي الغضب ديال المغاربه ان هذا المدرب ما يلعبش مدى الحياه، وهاد اللاعبين ما يلعبوش كاس افريقيا القادم وما يلعبوش كاس العالم. نتلاقاو ديك الضربه اللي ضربها دياز انها لا علاقه لها بضربه رجل ولا ضربه لاعب محترف. يعني هاد الضربه هذه لا غبار عليها، كانت هديه للسنغال باش العار وليو الماتش، ولا يعيش دوا ديال الماتش الحلف الا يولي كاع شي ماتش واحد تلعب باش تلعب تطبق. وكذلك كان كيبين هنا واحد السيناريو بلا ان ضربه جزاء اعطيت للسنغال هباء منثورا، وكان الهواتف هو الشرطه السنغاليه جات للمغرب باش تحقق مع الشرطه المغربيه من ديك المشاغبين السنغاليين. من دار معهم التحقيقات واش تلاقاو معاهم واحد من الجمهور السنغالي، تلاقاو جزائري. الجزائري شكون هو شقيق مساعد المدرب ديال السنغال. وطالب كذلك السلطات المغربيه ان هاد الناس اللي تشدوا في الشغب ممنوع منعا باتا يدخلوا للمغرب. وكذلك غادي يصيفطكم كاس افريقيا 2027، وغادي يصيفطكم كاس افريقيا 2028، وغادي يصيفطكم شي كاس انديه لما مش عارف 2029، وغادي يصيفطكم كاس العالم 2030. تبقاو نتوما من كاس لكاس، تبقاو تجريو. المليح باع وراح، اخنوش قمت الميزانيه وانتخابات راه جايه، الدعوه ما تعجبش، والمغاربه واش تابعين الكيسان. ايوا تبعوا الكيسان. لذلك دائما اقول لكم المقوله ديالي: الكرة أفيون الشعوب. السلام عليكم اخت مغاربه الحرار. غادي نهضروا اليوم على كاس افريقيا وتداعياتها ولا الهزات الارتداديه ديالها، وخاصه بعد تلك ضربه جزاء، ونشوفوا واش كاين باختصار. من شرشيت واش كاين في الانترنت قال لك اودي حقا غادي يمكن يعاودوا الماتش، بغا يديروا ديك الضربه ديال القصامه مع الجزائر، حقا ما حقا 70 عام حنا غادي نستناو الماتش يتعاود. قال لك غادي يقدروا يسحبوا اللقب ويقدروا يعطيو اللقب للمغرب. هنا في هذا المنبر هذا نقول لكم حنا ما بغينا لا ماتش يتعاود ولا كاس افريقيا يعطوه للمغرب. حنايا كشخصيا انا باغي اللقب يتسحب من السنغال، والمدرب ديالهم يتوقف. ما قال لك توقف 5 سنوات. انا باغي توقف مدى الحياه، ممنوع انه يمارس كره القدم، لان هذا السيد هذا ولا هذا البشر هذا ولا هذا النادم هذا كان سيؤدي بحياه العديد من الناس بسببه. وكذلك اطالب ان هاد اللاعبين اللي قاموا بالشغب واللي انسحبوا بهذه الطريقه هذه، اللي طريقه مكولسه وكان مخطط لها، وغادي نبرهنوا علاش كان مخطط لها، في حال ما وقعت شي بيلانتي ولا وقعت شي لقطه هاك ولا هاك، انهم كان عندهم هذا السيناريو هذا انهم ينسحبوا، ان هاد اللاعبين هادو ممنوع يلعبوا في كاس العالم الجاي. هذه هي اللي كان غادي تشفي الحريق وتشفي الغضب ديال المغاربه، ان هذا المدرب ما يلعبش مدى الحياه، وهاد اللاعبين ما يلعبوش كاس افريقيا القادم وما يلعبوش كاس العالم. هذا هو سينو غادي كل مره غادي يجي ينقز لك واحد. حتى انا طالب بالمغرب وطالب بالقجع، الا لعبنا مع شي فرقه وشفنا راسنا خاسرين نسحبوا. كيما ساهله نقدروا كل مره ينقزونا كيما هكا. وعندما نقوم باعاده الاحداث فلاش باك، نردوا واش صرا بطريقه كرونولوجيه، واش نتلاقاو ديك الضربه اللي ضربها دياز انها لا علاقه لها بضربه رجل ولا ضربه لاعب محترف. طريقه باش ضربها جميع الخبراء المحللين الرياضيين قال لك هذيك ما ضربه ما استعلس، هذيك ضربه بحال اللي قال لهم هاكل الكره وها العار وليو الماتش ديالنا نلعبوه، وحنا غادي نتنازلوا على هاد ضربه البيلانتي ولا ضربه الجزاء، ونخليو الاشواط الاضافيه هي اللي تحدد. يعني ما تنساوش اودي المغرب لو كان حق اللعب بقوه، لو كان حسم المباراه في دقيقه 70 دقيقه 60 دقيقه 50، ما خاصش انني نستنى حتى الدقيقه 95 في التالي، واخا حتى بيلانتي صحيح انه هو اللي غادي يحدد لي واش نربح المباراه ولا ما نربحهاش. انا المغاربه لو كان حقا كانوا لعابه مليح لو كان سجلوا هدف وجمعوا تسجلوا بطريقه شرعيه وما فيها لا غبار لا والو، وتكمل الماتش وتزيد الدفاع ديال كما داروا مع كاس العالم وخاصه مع بلجيكا، والمغرب يصفر 90 دقيقه ديالو وبصحة الكاس. علاش انا غادي ندير هذه الطريقه هوليووديه طريقه ديال والو ونوليو الحدث ديالنا. كذلك ملي كنشوفوا اللاعب كيفاش ضرب كره، ان النورمال خاص الحارس يكون على الخط، هو ما كانش على الخط كما تبين لكم هذه الصوره هذه. كذلك انه قبل دياز ما يضرب كره ان الحارس تحرك، وهذه في القوانين ديال الفيفا انه ضروري خاص تعاد ضربه جزاء كما اللقطه هذه. كذلك الحكم الشرط انه نورمالمون خاصو يكون
رأسا مع الخط ديال المرمى، وانه كان بعيد. هنا كيبين لك بلي هذيك كانت باغي فيسع سربيوها، غادي يضرب ضربه جزاء ودياز غادي يضيعها والحكم يصفر وندخل مباشره الاشواط الاضافيه. يعني هاد الضربه هذه لا غبار عليها، كانت هديه للسنغال باش العار وليو الماتش، ولا عجد وادي نمط الحلف الا يولي كاع شي ماتش واحد تلعب باش تطبق. وكذلك كثير من الناس والخبراء الرياضيين قال لك علاش انه الركراكي يمشي يتفاوض مع المدرب ويمشي. الركراكي ماشي قال لك ماشي هو الدور ديالو نورمالمون، خاص الركراكي هنايا كيكون دور القائد، بمعنى ملي كتكون في واحد الازمه ولا واحد الاحتكاك ولا واحد الشنآن، خاص القائد هنا كتبان الكاريزما ديالو، يبان الدور ديالو. كان عليه يجمع اللاعبين في وسط الملعب ويديروا واحد التدريب حمائيه ويجمعهم يكونسونطري لهم، يقول لهم حنا خاطرين كاع واش غادي يصرى، يا الحكم صفر بنهايه المباراه حنا الرابحين، ما صفرش غادي نلعبوا اشواط اضافيه ونركزوا مع المباراه ديالنا. كان عليه يدير كيما هكا. اش درك راه كيهضر مع القماقم هذوك. وكذلك كان كيبين هنا واحد السيناريو بلا ان ضربه الجزاء اعطيت للسنغال هباء منثورا، وكان الهواتف. وكذلك الهواتف اللي شفناها كدور بين المغاربه وبين السنغاليين. وكذلك واحد المشهد صوروا بالامير رشيد انه هو عطى الهاتف يشوف واش كاين. يعني كيبين لك بلا انه صافي جمعونا الحيره هذه خو ما بغينا لا كاس لا والو صافي وخليوها الاشواط الاضافيه. وكذلك واحد الخبر بان انه الشرطه السنغاليه جات للمغرب باش تحقق مع الشرطه المغربيه باش يكونوا شهود على دوك الناس اللي شدوهم ولا دوك المشاغبين. ان دوك المشاغبين السنغاليين من داروا معهم التحقيقات واش تلاقاو معاهم واحد من الجمهور السنغالي، تلاقاو جزائري. الجزائري شكون هو شقيق مساعد المدرب السنغال. يعني الجزائريين ديما حاشين طنهم في كلشي. لذلك المغرب جاب الشرطه السنغاليه، هذا خبر سمعتو، انه باش تتعاون ولا باش تساعد ولا باش تترجم ولا باش تشهد على الاقل تحقيقات كيفاش غاديه باش داكشي يكون مضبوط. يعني ما يقولوش بلا المغاربه شدوا هاد السنغاليين وظلموهم. يعني اي واحد الا خرج فيه شي حكم الا وانه غادي يكون مثبوت بالدليل وكذلك بالفيديوهات. هنا الشرطه السنغاليه تاخذ تقارير ديال الشرطه وغادي تاخذها للبلاد ديالها وغادي يدرسوها، كذلك غادي يعرفوا بلي المغرب ما ظلمهمش. وطالب وكذلك السلطات المغربيه ان هاد الناس اللي تشدوا في الشغب ممنوع منعا باتا يدخلوا للمغرب باي شكل من الاشكال، سواء سياحه سواء اي تظاهره. وهنايا واش كنشوفوا من المغرب مشى كاس الشان، موراها كاس العرب، مورا كاس افريقيا، مورا كاس العالم، ودوكا كاس افريقيا كذلك. وغادي هاد قالك شهر مارس كاس ديال بونسوان. وكذلك درت عليهم واحد الفيديو وغادي نعاودوا واحد الفيديو شويه مطول على هاد كاس ديال بونسوان، هادشي اللي باقي لنا حنايا ينسى اللي يجيبوا الكاس. وكذلك غادي صيفط لكم كاس افريقيا 2027، وغادي صيفط لكم كاس افريقيا 2028، وغادي صيفط لكم شي كاس انديه لما مش عارف 2029، وغادي صيفط لكم كاس العالم 2030. تبقاو نتوما من كاس لكاس، تبقاو تجريو. المليح باع وراح، اخنوش قمت الميزانيه، او البلاد فيها غاديه من شعر فيها ماشيه، وانتخابات راه جايه، الدعوه ما تعجبش، والمغاربه واش تابعين الكيسان. ايوا تبعوا الكيسان. لذلك دائما اقول لكم المقوله ديالي: الكره افيون الشعوب.